ازيكم فلانزات قلبي الغاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. بصوا بقى يا حبايبي، انا النهارده قمت من بدري وانا في بالي وفي عقلي وفي قلبي ان انا اشوف امي. بصوا، باي طريقه. اتصلت على جوزي بعد ما مشي على الشغل، قلت له انا عايز اروح اشوف الحاجه واطمن عليها. قال لي اصبري ما اجي من الشغل. قلت له لا مش هصبر، انا بص انا عايزه اشوفها، وحشاني ولازم اشوفها دلوقتي. ومش عارفه، انا قررت كده وخلاص. طلعت في دماغي ان انا اروح اشوفها، فهروح اشوفها لاني بقالي فتره كبيره قوي ما شفتهاش. فقلت لازم اروح اشوفها. والله يا جماعه، من بعد العيد بفتره وانا ما شفتهاش. وحشاني موت. فقلت ايه، هطلع. قلت اشوف توك توك في الشارع او اركب توك توك او اي حاجه من الحاجات دي. ما لقيتش توك توك صراحه. قلت طب انا هطلع على الطريق بره واكيد هيقابلني مليون توك توك. المهم وقفت على الطريق يا ولاد، في وسط الادير وفي وسط الحاجات كلها، ما لقيتش توك توك ولا لقيت اي حاجه اركب فيها. المهم لقيت واحد معدي بمكنه. اخدني وراه على المكنه يا جماعه، وركبت المكنه اللي هي الموتوسيكل ده. وركبت معاه. والله العظيم وصل، قال هوصلك. انت صعبت بجد، صعبت عليه من وقفتي في عز الحر. والذره كبر. الذره يا جماعه اللي بناكله كزان ده ونعمله ونقليه كده، كبر اهو. والاراضي كتير جنبي ومفيش حد على الطريق خالص الا غير مكن رايح ومكن جاي وحاجات من دي كده. فولد كده رايح قال اجيب حاجه من تحت مننا. قالت انت رايحه فين؟ قلت له رايحه عند الجامعه. قالت طب تعالي وانا هوديكي. قلت ماشي، مع ان اخويا عنده عربيه وجوزي عنده عربيه، بس انا والله العظيم يا جماعه اما ضربت في دماغي ان انا اروح اشوف الحاجه، حسيت ان انا عايزه اشوفها ومش صابره. مش صابره، لان كل ما اقول لجوزي يقول لي طيب المغرب، طيب الصبح، طيب على كمان شويه وكده. المهم ركبت وراه المكنه ونزلت يا جماعه في اول البلد هنا. قلت له بس كتر خيرك بقى ان انت وصلتني لحد البلد هنا في الونس، لاني كنت خايفه بجد، كنت خايفه يعني خايفه اتخطف يا جدعان. امال ايه؟ وانا ما اتخطفش ولا ايه؟ ده انا بنت عسوله. المهم وصلت البلد هنا عند جماعتنا، ومشيت بقى شويه صغيرين دول وسط البلد اهو. وانا داخله البلد عندهم في عز الحر والشمس والحاجات دي كلها. بص انا اتهريت يا جدعان، اتهريت من الشمس لسعتني، والمشوار كان سخن سخن في عز النار. يعني من الساعه 10 للساعه 11، يعني قعدت ساعه في الطريق. مشيت كتير قوي. مشيت في اول الطريق ومشيت في داخله البلد كده زي ما انتم شايفين. بجد المشوار كان صعب عليا، بس كانت وحشاني وكان نفسي اشوفها قوي قوي قوي. وكنت مشتاقه لها بجد، كنت مشتاقه لها ان انا اشوفها. مش عارفه، في دماغي ربنا يخلي كل ام يا رب وما يحرم اي واحده من اهلها. يا قادر يا كريم يا رب العالمين. والامهات والام الحنينه الواحد يمشي لها بلاد وبلاد وما يفرقهاش ابدا. يا رب العالمين ربنا يكرمها ويسعدها ويخليها لي يا ربي، دي نعمه في حياتي يا رب العالمين. امي الغاليه حبيبه قلبي. وانا ماشيه بقى في الطريق اهو، وهي ما تعرفش على فكره ان انا رايحه ولا اي حاجه من الكلام ده كله، ولا قلت لها ولا اتصلت عليها ولا اي حاجه خالص. انا فجاه لقيت نفسي بلبس وخلصت شغل البيت والحاجه اللي انا عايزه اعملها في البيت، ولقيت نفسي بلبس وقلت اروح اشوف الحاجه. بس خبطت في دماغي خلاص ان انا راح اشوفها. خلاص الجو حر، الجو نار، مش لاقيه توك توك، مش لاقيه مواصله. قلت هاخدها مشي. انا البلد بتاعتهم يا جماعه بعدنا بفتره كده، يعني بنمشي كتير على فكره على ما نوصل. ممكن تروحها مشي بس قدامك 3 4 ساعات على ما توصلي في عز الحر ده. فاحنا بناخد توك توك يا جدعان، او نركب عربيه، او حد معدي بعربيه كده بنشاور ونركب فيها. المهم الولد ابو مكنه ده ربنا يكرمه يا رب ويخليه لاهله. ولد حنين جدا. لقيني واقفه قال لي لا والله هرجع اوصلك البيت عند الجامعه. وداني ركبني المكنه ووداني. ربنا يخليه يا رب ويسعده ويخليه لاهله يا رب دايما، وللولاد الطيبين الحنينين ربنا يكرمها. انا كده وصلت يا جماعه ومتنحه ازاي من الصداع. والله العظيم متنحه، يعني بصوا راسي كده كانت هتتفلق، دماغي كانت هتتفلق من الصداع. وهنا قاعده كده وامي ما خدتني بالحضن ومرت اخويا وكلهم قاموا غيروا الغدا بقى وبيعملوا غدا جوه، عاملين يطبخوا، وانا مش قادره اتحرك ومش قادره اعمل معاهم حاجه. المهم انا قاعده شربت كوبايه شاي وخدت حبايه كده للصداع من ضربه الشمس يا جماعه اللي انا خدتها. بجد ما اقولكوش على الصداع اللي جاني. المهم انا قاعده كده وولاد اخواتي عاملين يجيبوا لي بقى حاجه ساقعه وميه ساقعه وبرشام وشاي، والله روقوا عليا الصراحه. واتبسطت ان انا شفت الحاج، اهم حاجه. بس
البيوت اللي انا شفتها وشبعت منها كده، كنت حاسه ان انا مشتاقه لها وعايزه اشوفها جامد يعني. جبنا، قعدت بقى مستنيه بقى الجماعه بيعملوا في الغدا ومجهزين اكل وكده، فانا قاعده بقى قاعده ضيفه بقى يا جماعه عندهم، وهم عاملين يطبخوا جوه اخواتي ونسوان اخواتي والكل. قلنا بقى ان ايه نتغدى سوا كلنا. المهم قعدت بقى والحاجه نزلت تجيب لي حاجه من تحت. يا ستي ما تنزليش يا ستي ربنا يخليكي، قالت لي مالكيش دعوه. نزلت روقت عليا بقى، اجيب لك ايه، اجيب لك عبايه، اجيب لك ايه، اجيب لك ايه. كانت محترمه والله العظيم تجيب لي. ولاد اخواتي ربنا يخليهم كل شويه ينزلوا يجيبوا حاجه، وانا قاعده بقى في عز الحر. شفتوا انا كنت الدنيا كانت نار والجو كان نار يا جماعه، يعني يعني بطريقه ما اقولكوش. يعني الحركه كانت ايه 42 يا جدعان نار. الجو كان ولع يا ولاء. انا طلعت من البيت على اساس ان الجو في البيت الجو حلو كده، ما كنتش اعرف النار اللي بره دي بالطريقه الفظيعه دي. اتشويت والله العظيم، انا اتشويت. رحت مش كنت قادره احرك دماغي. المهم الغدا جهز اهو يا جدعان. وغيروا بقى الاكل، كانوا عايزين يعملوا اكل عادي كده لانهم كان عندهم اكل امبارح وكان عندهم ضيوف. بس قالوا عمته جت لازم نعمل لها احلى غدا واحلى اكل وتلمينا كلنا يا حبايبي، وربنا يخليهم ويوسع عليهم. والاخوات الحنينين رزق، ونسوان الاخوات الحنينين رزق. ربنا يرزقنا احلى الناس واطيب الناس يا رب العالمين، ويخليكم دايما نعمه في حياتنا. واللي وصل في الفيديو بينا لحد دلوقتي يا ريت يعمل لنا لايك ويعمل اشتراك في القناه علشان القناه تكبر معاكم وبيكم، ونفضل مع بعض كده دايمين مع بعض. حاجه حلوه في حياه بعض كده. انتم منورين حياتي ومنورين الدنيا كلها عليا والله العظيم. وانا هنا عند اهلي، والبط بقى والفراخ والحاجات كلها. لسه في حله فراخ جايه يا جماعه لسه كمان. هم لسه بيجيبوا حاجات كده ويحطوها على الصينيه عشان يطلعوها ايه على السفره الطويله اللي بيعملوها دي، عشان كلنا ناكل مع بعض ونتلم كلنا على سفره واحده. لمة العيله والاخوات كده لها طعم تاني ولها اكل تاني، وشاي بقى وحلبه وحاجات وكله بقى ايه مع كله. والمهم نورتوني يا حبايب قلبي. وبكده يا حبايبي كلنا اتلمينا كده على الغدا العائلي الجميل اللي بريحة الحاجة. ربنا يديمها نعمة في حياتنا يا رب العالمين، ويخليها لينا يا رب يا رب يا رب. احنا واولادنا كلنا ملمومين حواليها. هي الام يا جماعة اللي بتلم العيلة وبتفرح الكل بقعدتها جنبينا. كلنا 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 فرحانين بيها. ربنا يديمها نعمة في حياتنا. كانت في الحج يا جماعة ولسه جاية. ربنا يخليها لينا يا رب العالمين، ويخلي كل ام ويخلي كل واحد يحافظ على امه يا رب العالمين. نورتوني حبايب قلبي.